فلوسي فين يا معلم تيتي؟ في الحفظ والصول، ما تقلقش، هجيبهم لك. وبعدين هنروح من بعضينا فين؟ ايوه بس انت وعدتني ان انت هتجيب الفلوس دلوقتي، انا عايز الفلوس دلوقتي حالا يا معلم تيتي. لما ربك يفرجها. ولا انت مستعجل؟ شكلك مستعجل. بقول لك ايه، انا مش عايز السخافه بتاعتك دي، مستعجل شكلك. بقول انا عايز الفلوس دلوقتي حالا يا معلم تيتي، لا اما مش عارف انا اعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني يا دوله؟ والله ما عارف هعمل فيك ايه، بس هعمل حاجه وخلاص. بص يا عادل حاف بقى، من غير دلع ومن غير معلم عادل، انت مالكش حاجه عندي، فلوسك راحت عليك. بح حق عليا ان انا بعت المعلم شلوت عنك. شلوت ده ايه وبوكس ايه؟ كان هيعمل معايا ايه يعني؟ ده منفوخ على الفاضي، فكاكيع هوا. فكاكيع. مين اللي بيجيب اسم المعلم شلوت بقلة احترام يا معلم عصفوره. اساله يا معلم عصفوره، انا لسه بقول له انا ماليش بركه غير المعلم شلوت وسبيه المعلم عصفوره، ولا غلط؟ غلط. لا ما قلتش كده، قلت المعلم شلوت ده فكاكيع هوا، وقلت عصفوره ده رنشه بالنبله من على الشجره. ينشني يا ابني النبله من على الشجره انا يا ابني. طب وانت تعرف تطلع الشجره؟ اول ايه؟ تديله فلوسه كلها الاول. حاضر يا باشا، اتفضل فلوسك اهي، اديله بقى الاربعه خلينا نخلص. لا ال10 كلهم ليه، والاربعه بتوع المعلم شلوت هتدفعهم 6.5 ضريبه قله اصل. ده كتير قوي يا معلم عصفور. لا مش كتير يا، وقوم بقى عشان المعلم شلوت يمسي عليه. تقول يا صديقي انقذني. يلا يا لف غريب اطلع. حلاوتك يا عم عادل، ايه رايك يا باشا؟ حلو. طب حلاوتي بقى يا باشا. عايز الحلاوه يا يا معلم عصفوره؟ وعندك 2 شاي وصباحه. الحمد لله، فعلا لا يضيع حق وراءه شلوت. ايه ده؟ كل دي ديون الشهر ده؟ يا استاذ عادل مالك في ايه؟ مالي في ايه؟ عندك يا سيدي المعلم شبته بتاع الخضار، ليه عندنا 500 جنيه الشهر ده. الخضره الدبلانه دي ب 500 جنيه؟ ب 500 جنيه. وعندك المعلم بقعه بتاع الزيت، ليه عندنا 4000 جنيه. يا ريت تيجي على كده. خد بقى المصيبه الاكبر. ايه؟ المعلم بقعه بتاع الزيت عايز مننا 4000 جنيه. يلا انا مش طايقك يالا، لا انت ولا المعلم بقعه. المعلم بقعه ده انا مش عارف لو شفته في اي حته ممكن اعمل فيه ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا معلم بقعه، اتفضل اهلا وسهلا. اتفضل. يعني ما تتخيلش قبل ما تدخل عليا دلوقتي حالا بشكر فيك ازاي قدام العيال يعني. ربنا يخليك يا معلم. قول لي يا معلم، فين الفلوس اللي عليك يا معلم؟ الفلوس يعني ان شاء الله هدبرها لك، بس انت عارف يعني اليومين دول الشغل نايم شويه يعني. انا ماليش دعوه، انا مزنوق انا كمان وعايز فلوس. ايوه، ما احنا ما قلناش حاجه يعني، بس احنا برضو بنحس ببعض، وانا حاسس بيك والله انك انت عايز فلوس لدرجه ان جلابيتك يا عيني مبقعه من الزيت بتاعك ده ومش عارف يعني تغسلها. البقعه دي وسام على جلابيتي، وبعدين مالكش دعوه بالبقعه. قول لي يا معلم عادل، انت امتى هتدفع الفلوس بتاعت الزيت اللي انت ساحبه؟ ايوه يعني ان شاء الله يعني باذن الله في اقرب فرصه هدفعها لك، بس سيبني شويه يعني، سيبني شويه ادبر لك الفلوس. ماليش دعوه، انا عايز الفلوس. الله، فين الفلوس يا حاج؟ انت بتزعق لي ولا ايه؟ امال لو ما كانش الزيت بتاعك مغشوش يعني. مغشوش ليه؟ حاطط عليه ميه؟ لا يا سيدي، الزيت بتاعك ما بيبقعش. ايه ده يا استاذ عادل؟ ايه ده؟ اجيب لك ليسون يهدي اعصابك ولا تحب اجيب لك ليسون؟ ولا سيبك مني خالص، روح هات للمعلم كوبايه زيت زيتون عشان يهدي اعصابه. حاضر. ولا اقول لك هات له كوبايه زيت زيتون عشان يهدي اعصابه. اجري. اسرع يا معلم عادل، فلوس الزيت اللي انت ساحبه هتدفعها امتى؟ ادفعها امتى دي؟ ما امتى دي مش فاهمها امتى يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. عادل هات لنا مسحوق غسيل اوتوماتيك. هات لنا برضو يا ماما. هات كله يقول لي هات، مفيش حد ابدا يقول لي خد. خد يا ابي، ادفع بقى فاتوره النت دي. ايه ده؟ 350 جنيه فاتوره النت؟ ايه ده كله ده؟ ايه ده كله؟ انت بتعملي داونلود ايه؟ داونلود زياده طبعا. ايه يا ابي، انا بقعد اعمل سيرش على النت وبعمل شغل كمان. شغل؟ يبقى انت بتشتغليني يا نجلاء. يا ابي ايه اللي بتقوله ده شغل انترناشونال. لا انترناشونال ولا انتر ميلانو، من النهارده انا هلغي النت ده خالص. يا بيبي يا حبيبي، الانترنت اصبح ثوره معلوماتيه بحته في العالم. لا يا رانيا، عادل عنده حق، البنت ملهاش الا جوزها. يا ماما ربنا يخليكي ليا، فعلا البنت ملهاش الا مش عارف ايه المثل ده، لكن زي بعضه يعني. عموما انت اهم حاجه ان انت تركزي في مذاكرتي وتبطلي الهبل اللي بتعمليه ده. هبل؟ بقى انا قعدتي على النت يا بيه بتسميها هبل؟ هبل بالاضافه لكده عبط كمان. ماشي يا بيه، بكره تعرف بقيمه اللي انا بعمله. ولا بكره ولا بعده، وادي اليو اس بي ده اللي انت قرفانه بيه. خلاص من النهارده مفيش نت خلاص.
يا بيبي لو سمحت ما تبقاش غوغائي في حل المشكلات، بطل الكلام ده واتكلم من منطلق الهدوء المطلق. ده على اساس ان انا ناقص يعني ناقص افتئات. ايه ترشان مش سامع جرس الباب؟ افتي حشينات خالص مصيبة. مساء الخير. مساء النور. حضرتك الانسه نجلاء؟ تري جونتي شاول. ايوه انا الانسه، انا الانسه مامتها. انسه ومامتها ازاي يعني سحر؟ خير حضرتك، اكيد نجلاء عملت مصيبه تانية، دي فاتوره من الفواتير بتاعتها ولا ايه؟ فاتوره ايه يا استاذ؟ ده جواب جاي من بلاد بيه. جاي من بلاد بيه وانت جايبه لنا هنا على جوه؟ متشكرين قوي يا سيدي. مبيوك. الله يبارك فيك، متشكرين. جواب ده اكيد الدعم ده جاي لي من اوروبا. دعم جايلك من اوروبا؟ ايه هتعملي بطاقه تموين في اوروبا ولا ايه؟ تموين ايه يا ابي؟ الدعم ده جاي لي من اكبر مؤسسه لرعايه الاطفال المتشردين في اوروبا. معقوله هنسيب الاطفال المتشردين اللي في مصر ونروح نرعى اطفال متشردين في اوروبا؟ لا طبعا يا ابي، الدعم ده جاي لاطفال مصر. انت عارف الدعم ده بكام؟ هيكون بكام يعني؟ ب500,000 دولار. واو برافو. تعالي عشان اقول $500,000 دول يجيبوا كام ازازه زيت دول؟ رانيا حبيبتي، ما تكلمينا نجلاء عشان تشاركني يعني في موضوع السبوبه اللي جايه لها من بره ب$500,000 ده. سبوبة؟ الله العظيم انت فاهم غلط يا حبيبي. سبوبة ايه؟ ده دعم اقتصادي مادي للاطفال المتشردين للحفاظ على مواقعهم. حفاظ على مواقعهم ايه يعني؟ هيبنوا لهم يعني بيوت جديده تحت كوبري مسترد؟ عادل من غير كتر كلام يا حبيبي، نجلاء مش هتوافق بعد اللي انت عملته فيها. رانيا حبيبتي ازاي يعني ما توافقش؟ رانيا حبيبتي يعني بصي، انت اختها واختها الكبيره ولازم تسمع كلامك، وانت ممكن تقنعيها. بقول لك ايه يا عادل، انا مش هكلمها. لو انت عايز يا حبيبي روح تكلمها، الباب قدامك يفوت جمل. اتفضل روح يلا. حبيبتي انا مش بتكلم عشاني، يعني انا بتكلم عشان مصلحتي، قصدي مصلحتها. يعني بنت صغيره في السن ده ويبقى معاها $500,000، بنت ممكن تعمل اي تصرفات غلط. يا سلام. لا يعني لان هي اللي تعبت وكدحت على النت لحد ما حصلت على الفرصه العظيمه اللي هي من كتر الفرص المقتنصه على النت وكده. ايوه رانيا لعلمك بقى انا شريكه في الفلوس دي. ازاي يا عادل بقى؟ مش فاهمه. ايوه طبعا شريكها، مش انا اللي بدفع الفلوس بتاعت النت؟ ولو بس هي اللي تعبت فيها. يا عالم، بنت مفعوصه زي دي يبقى معاها $500,000؟ دي البنت لو معاها 20 جنيه بتتمنظر علينا. هي حرة، فلوسها تعمل بيها اللي هي عايزاه، ان شاء الله تولع في الفلوس دي. لا مش فلوسها، والبنت دي لو ما جابتش الفلوس انا هحجر عليها. اوكي. يا نجلاء ازيك يا نجلاء؟ انا جبت لك الفلاشه اهي بتاعه النت، يعني ممكن تحطيها على طول في اللابتوب وتعملي داونلود زي ما انت عايزه بقى، ودي لسه طازه. خلاص اوكي يا سامي، بس انا عايزاك بقى تجهز نفسك معايا علشان الدعم جه خلاص. الله يبارك فيك. بس تصدق بقى ان الدعم جه اكتر ما انا كنت متوقعه بكتير. تصور الدعم جه $500,000. انا عايزاك تشد حيلك معايا بقى عشان تساعدني. مين ده اللي يساعدك يا نجلاء؟ مين اللي يساعدك يا نجلاء؟ اكيد طبعا يا سامي. انت بتقول ايه؟ اي مبلغ هتطلبه هيجيلك على طول. سامي مين؟ اوكي باي باي. ايه يا بيه؟ في ايه؟ مين سامي اللي انت عايزاه يساعدك ده يا ماما؟ تستعيني بحد غريب واسمه سامي يعني اسم حتى مش عاطفي يعني. ايوه يعني انت عايز تساعدني بأمارة ايه؟ هو انت اصلا ليك في العمل التطوعي؟ انا ليا في العمل التطوعي؟ انت ما تعرفينيش بقى يا ماما، انا ياما تطوعت في حاجات كتير. يعني انا مره تطوعت في مشكله ماليش فيها يعني، ودخلت في وسطيها يعني على طول يعني. سيبك اني حليتها ولا ما حلتهاش، بس تطوعت يعني. طيب بص يا ابي، المشروع بتاعنا بقى اللي احنا بناخد عليه الدعم ده معمول علشان الاطفال المتشردين. اطفال المتشردين؟ ايه مالك يا ابي؟ في ايه؟ يا اول بس ما سمعت كلمه الاطفال المتشردين يعني تطوعت وعيطت على طول يعني. طب خلاص يا ابي، اوعى تعيط تاني. انا كده يعني بقيت شبه متاكده انك ممكن تنفع معانا في العمل الانساني. طبعا انفع، ده انا يعني هساعدكم جامد جدا يعني. خلاص اوكي، بس هنجربك الاول. ماشي، هتجربيني وهتشوفوا بعد كده عادل سعيد هيفكوا ازاي. خد الفلاشه اهي واعملي داونلود زي ما انت عايزه. اسعداوي يا باشا. ايه الاخبار؟ جهزت لي العيال المتشردين اللي انا قلت لك عليهم؟ كله تمام يا باشا،
انت بس يا باشا لو تفهمني انت اتسرق منك ايه؟ انت كل شويه هتعيد وتزيد في نفس الكلام، انت مالك يا؟ ما هو استاذ عادل انت لازم ترسيني على المشوار اللي في دماغك عشان اعرف اجي معاك يا باشا. هتيجي معايا ان شاء الله. اهم حاجه زي ما قلت لك، عايزك تجهز لي شويه عيال متشردين شكلهم غلبان. بص يا باشا، انا جبت لك شويه عيال يا باشا شكلهم يصعب على الكلب. ما دام صعبوا عليك يبقى هم دول المطلوبين. تمام يا باشا. اهم حاجه يا باشا الفايده بتاعتي. الفايده بتاعتك ايه؟ انت هتجيب لي عيال من البنك ولا ايه؟ يا باشا ما انا هسحبهم لك بالفيسه من القهوه. بالفيسه؟ يا باشا. ايه انت مخبيهم ورا النصبه يا؟ لا يا باشا مخبيهم تحت القرض. ماشي. المهم يا باشا الكومبينيشن بتاعي. كومبينيشن وفيسا، فهمت. ماشي يا سيدي، وده دي الكومبينيشن بتاعك. شكرا يا باشا. اطلع عادي توقع من ورا النصبه يا. جدع ده سعداوي جايب كل الناس. وايه الراجل الكبير اللي معاهم ده؟ ايه ده مش طفل شوارع، ده جد شوارع. يا باشا ده بالذات طفل شوارع مقصل. انت عارف ده يا باشا عيلته كلها ولاد شوارع. طيب عموما انا عايز الثلاثه دول، 1 2 3 واصرف الباقي بقى سعداوي. تمام يا باشا. اطفال متشردين انصراف. يلا انصراف، اتكلوا على الله. بص يا ابني انت وهو، انا هدي كل واحد فيكو 20 جنيه لو سمعتوا الكلام اللي انا هقول لكم عليه. لا احنا مش عايزين فلوس خالص. مش عايزين فلوس؟ امال عايزين ايه يعني؟ احنا عايزين كلها. كلها؟ عايزين تعملوا بيها كوره شراب يعني؟ لا عشان نعمل بيها دماغ. دماغ؟ ايه حكايه الدماغ ده يا سعداوي؟ بيتاجروا في الجماجم ولا ايه؟ يا باشا العيال دي عندها كل اهم من الفلوس، يعني زي السكاير في السجن بالظبط. السجاير في السجن؟ بالظبط. انت سكنت قبل كده؟ سكنت كتير يا باشا. اكيد سكن اطفال. الحمد لله. طيب بصوا، لو سمعتوا اللي انا هقول لكم عليه هدي لكل واحد فيكم نص علبه كولا. قشطه يا باشا. نجلاء، ازيك؟ عامله ايه؟ ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ ازيك يا بيه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ انا يا ستي جاهز للعمل التطوعي في اي لحظه. عادي. اهلا، ازيك يا بندق؟ ازيك يا عم عادي؟ اهلا، ازيك يا فستق؟ ابن ليه يا عم عادي؟ اهلا، ازيك يا عين جمل؟ ايه ده؟ انت ولا بره هلا ما بتدفعش ما بتدفعش. ايه تيسير؟ ايه تيسير؟ العيال دي تبعي يعني، معلش سيبهم يعني تيسير. هتسيبهم ايه؟ هي ناقصاك انت كمان؟ تيسير عيب من ايه ده يا ابي؟ هو انت بتساعد الاطفال دي؟ الاطفال دول لعلمك انا بساعدهم كتير يعني، ولعلمك دول بيحبوني قوي مش كده؟ ايوه احنا بنحب عم عادل. فين العلبة؟ علبة ايه؟ علبة اللبن. اصل انت عارفه انا على طول يعني بجيب لهم علب لبن عشان هم ما اتفطموش وبيرضعوا صناعي يعني، فهجيب لكم حاضر. فين علبة الكل عم عادل؟ كلها؟ كده وضحت، كده وضحت. يبقى هم عايزين علبة كلها عشان بص الجزم بتاعتهم كلها مقطعه، وشوفي سبحان الله ممكن ما يبقوش لاقيين ياكلوا بس بيبقى هاممهم قوي انهم يصلحوا الجزم بتاعتهم بالكل. يعني ده سبحان الله. بس ايه يعني هايلين، انا بحبهم قوي يعني وبساعدهم على طول، اقعد اديهم فلوس وبتاع. خد يا حبيبي ادي 20 جنيه اهي، روحوا هاتوا علبه ولزقوا الجزم زي ما انتوا عايزين يعني. بحبهم جدا يعني. عاوزين نيجي بكره عم عادل؟ لا انا هبقى اجي لكم عند تحت الكوبري بتاع مستورد. اتكلوا انتوا على الله. ماشي مش هتاخر يا معلم. مع السلامه يا معلم، مع السلامه. انا مبسوطه قوي يا بيه ان انت بقيت تهتم كده بالعمل التطوعي. عمل التطوعي؟ انا يعني طول عمري في التطوعي ده صراحه يعني. خلاص يا بيه انت كده معانا في المشروع بتاعنا، بس يعني هتاخد نسبه قليله في حدود يعني $100,000. 100,000 دولار؟ ودي نسبه قليله؟ انا معاكي، انا راشق معاكي. عضو جديد معانا هنا وواخد عمل تطوعي $100,000. اهلا بيك معانا مستر عادل. دلوقتي يا جماعه لازم علشان الدعم يوصل لنا من بره نعمل يوم تطوعي للاطفال المتشردين ونصوره بالفيديو ونوصله للمنظمه. مين فيكم هيعمل ده؟ هايل. طب ومين فيكم هيتطوع بكاميرا الفيديو؟ انا هستلف كاميرا فيديو من عند اي حد من صحابي. برافو عليك يا سامي، وانا هديلك في البرنامج بتاعك $25,000. ثانك يو نجلاء، ثانك يو. ايه ده $25,000 عشان هيستلف كاميرا؟ طب ايه رايك بقى ان انا هشتري كاميرا على حسابي وهتبرع بيها للعمل التطوعي؟ ايه ده معقوله يا ابي هتشتري كاميرا؟ خلاص وانا هزود لك البرنامج بتاعك $50,000 كمان. ياه $50,000 مع $100,000 قبل كده يعني $150,000. كده $150,000 ليا و50,000 للعيال. لا $50,000 كتير عليهم. ممكن اديهم 10,000 جنيه. لا كل عيل لو خد 10,000 جنيه هينحرف زياده عن ما هو منحرف. يبقى كل عيل 20 جنيه في ايده، وكده بقى اخد انا الفلوس كلها احل مشكله
الانفجار السكاني اللي انا عايش فيه ده، صح كده؟ عادل حبيبي، هو انا كان عندي سؤال رومانتيكي، هو انت بتكلم نفسك؟ لا يا حبيبتي، انا بحسب حسبه كده بس، يعني بالنسبه للفلوس اللي انا هاخدها ان شاء الله هعمل فيها ايه وهعمل ايه، ففكرت ان انا اشتري حته ارض ابني فيها برج سكني 6 ادوار، كل واحده ست فيكم تاخد فيها دور. طب والحاج متولي هيقعد في انهي دور؟ بالنسبه لي هبني فيلا بقى اعيش فيها لوحدي. بيبي، هو انت عمرك ما سمعت عن المثل الاغريقي القديم اللي بيقول ان التنافر والتباعد بين الزوج ومرأته يؤدي الى تفكك بيت الاسره العظيم والعائله الكريم؟ لا حضرتك انت ما سمعتيش بقى عن المثل اللي بيقول ان كم الناس اللي موجوده حواليا دي ممكن يؤدي الى انفجار في الدماغ؟ هو انا ليه حاسه كده قلبي بيقول لي ان انت متضايق من وجود مامتي معايا في البيت؟ حبيبتي لا معقوله انا متضايق من وجود مامتي انا معانا في البيت. انت بتتريق بقى، بتتريق يا ستي ولا حاجه، انا عندي مشاوير ولازم اروح اعملها دلوقتي حالا عشان عندي مشتريات لازم اشتريها كلها. وانت معاك فلوس اصلا تشتري حاجه؟ امال ايه، معايا فلوس كتير جدا، استلفت يا ماما. استلفت؟ استلفت. شايفه الفلوس اللي انا استلفتها دي؟ هي دي الطعم اللي انا هحطه في السناره اللي هتصطاد $500,000. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللاعب جت كويس قوي، حلو، اللعب كلها جت. ايوه يا استاذ عادل، ايوه. وشغاله كلها ما شاء الله، حلوه قوي البتاعه دي. ولا هيما؟ يا ريس. نفخت البلالين يالا؟ اهي نفخت اهي. وريني. ما بتطيرش ليه يالا؟ ما بتطيرش ليه؟ انت مش حاطط فيها هيليوم؟ لا ما لقيتش الهيليوم ده، نفخت ببقي. ببقك؟ الله يقرفك، الله يقرفك، اجري يالا، اجري يالا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. استاذ عادل سعيد؟ ايوه يا فندم، تحت امرك. معاك لطفي شخليله، مندوب استلام شيكات لعب الاطفال والشخاليل. اهلا وسهلا استاذ لطفي شخليله، حضرتك دي البطاقه بتاعتك يعني ولا ايه؟ من فضلك لو سمحت ممكن تمضي لي على استلام لعب الاطفال والشخاليل؟ حضرتك انت جايب كل حاجه كده ومعلقها على صدرك. حاضر يا سيدي. عادل سعيد، شكرا. سلام. ثانيه واحده، ناقصه نقطه بس. اطفال يعني. سلام. مع السلامه يا فندم، مع السلامه. مساء الخير. مساء النور، استاذ عادل سعيد؟ ايوه يا فندم. اتفضل الكاميرا اللي حضرتك طلبتها من محلات كاميرا مان. كاميرا مان؟ الكاميرا دي بتصور رجاله بس ولا ايه حضرتك؟ حضرتك كامل حساب. لو سمحت تمضي لي على ايصال الامانه دون. قوي 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 قوي. كام؟ 5000 جنيه كاميرا؟ يا سلام، عادي وانا دافع حاجه من جيبي. ادي الامضه بتاعتي، وحضرتك كمان يا سيدي استنى، ادي بقشيش اهم دول 500 جنيه، اتفضل. شكرا يا استاذ عادل. مع الف شكرا. سلامه. مع الف سلامه. استاذ عادل؟ استاذ عادل؟ ايوه امين، تحت امرك. مع حضرتك كريم شانتيه، مندوب مبيعات سكر معقول. كريم شانتيه، اهلا وسهلا، اتلزقنا، تشرفنا، اهلا وسهلا. استنى اشيل لك بس الدبدوب ده، اتفضل حط الحاجه هنا. اتفضل حضرتك، دي طلبيه التورته والجاتوهات اللي حضرتك طلبتها. متشكر قوي، كام الحساب؟ اتفضل. يا سلام يا سلام، ايه ده؟ تورته ب 750 جنيه؟ يا فندم، ما هي دي مش تورته عاديه، دي 7 طبقات. 7 طبقات؟ عشان اطفال جايبينها يعني بامبرز يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا يا فندم، دي محكمه الزواق. محكمه الزواق يعني ما بتسربش اي شوكولاته؟ لا. حاضر يا سيدي، وادي امضتي اهو، وانا دافع حاجه من جيبي، كله من $500,000. اتفضل. انشانتيه يا فندم. انشانتيه يا فندم، مع الف سلامه، مع الف سلامه. ايه ده؟ مش ممكن، انا مش قادره اصدق يا بيه انك بقيت انسان تطوعي للدرجه دي. نجلاء، انا طول عمري تطوعي، انت بس لو كنتيش واخده بالك. استاذ عادل، بقيت الحاجه اهي. حطها هنا، حطها هنا، حط يا ميزو. ايوه كده. والله برافو عليك يا بيه انك فكرت في الحاجات دي. والله يعني بصي، الحاجات دي مكلفاني فلوس كتير جدا، بس كله في سبيل العمل التطوعي. طيب حساب الجاتوهات دي كام؟ 2500 بس حضرتك. 2500 بس؟ لا 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 لا، اتفضل انت، ما تصدق تمد ايدك في جيبك ولا ايه؟ ايه في ايه؟ ما انا مش ماضي لك على وصل.
ما انت اتاخرت في الدفع. ايوه ما انا هقبض دلوقتي يا اخي، هقبض دلوقتي وهدفع لك ما تقلقش. وبالنسبه للعب الاطفال دقيقة واحدة. لا دقيقة واحدة. ايه في ايه يا شحليلة؟ انا مش متفق معاك، قلت لك انا ماضي لك اهو، هدي لك فلوسك في وقتها. ميعاد سداده جه. ميعاد سداده جه؟ طب ما حضرتك ما انا ماضي لك يعني، ما تقلقش، ده انا يمضيتي زي الفلوس بالظبط يعني. ما الانسه كانت هتدفع يا انسه. ايه يا انسه؟ ايه هتسيحني ولا ايه؟ مش كل مليم. وبعدين خد بص، كل ده بتاع الاطفال المشردين، فمش هيختلفوا بعيد عنك. ها شخليله استناني. دلوقتي يا جماعة احنا عاملين البارتي دي للأطفال المتشردين بمناسبة وصول الدعم. أيوة فليحيى الدعم، فليحيى الدعم. طبعا هنقبض بقى. لا واضح انك فاهم غلط خالص يا أبي. هو الدعم معنوي مش مادي. يعني ايه معنوي مش مادي؟ يعني مش هناخد فلوس في ايدينا ولا ايه؟ لا يا أبي، ما انت هتكتسب خبرات ومعلومات وبرامج تدريب وحاجات تانية كتير. معلومات يا معلومات؟ ده انا دافع بتاع 5000 جنيه وفي الاخر تقولي لي معلومات؟ يلا انت وهو، هات اللعب دي يلا، هات اللعب دي هات يلا، اتكل على الله انت وهو، انا ما عنديش اطفال متشردين هنا. يلا اتكل على الله، اتكل يا بنت، يلا وهات الجاتوه ده. ايوه مش عايز انا اي معلومات اهو، اتكلوا على الله. يلا يا بنت اجري يا بنت. الجاتوه يا استاذ عادل. فلوس الجاتوه؟ فلوس لعب الاطفال يا استاذ عادل، وفلوس الكافيتيريا، وفلوس المطعم. عايزين فلوسكم؟ خدوها معناوي بقى. في البيت على وشك الانهيار فوق دماغنا. انهيار؟ طب بسرعة هاتي ياسمين وهاتي التلفزيون وهاتي شاحن الموبايل وحصلونا على تحت يلا. مش زي ما انت فاهم خالص يا حبيبي، ده موضوع تاني. يا رانيا بتشتغليني عشان تصحيني من النوم يا رانيا. لا يا روحي لا، تعالى هقول لك، تعالى. ايه؟ بص شايف الشق ده اللي في الحيطه ده؟ شايف الشق الصغير ده؟ شق ايه ده؟ عايز ميكروسكوب عشان يبان يا ماما. يا بيبي حرام عليك، احنا لازم نبيض الاوضه يا بيبي بقى، ارجوك لازم نبيض الاوضه. معقولة يعني يا رانيا هبيض الأوضة كلها عشان شق مش باين بالعين المجردة؟ الشق الصغير في يوم من الأيام ممكن يكبر ويتضخم ويكبر جدا، ويا حبذا بقى لو حصل زلزال في الكرة الأرضية والبيت انهار فوق دماغنا. يعني أنت عايزة تقومي زلزال في الكرة الأرضية كلها عشان تبيضي الأوضة يا رانيا؟ الشق الصغير ده فيلم مش كويس يا حبيبي. الشق ده ممكن يسبب تصدع مستقبلي للجدار الداخلي للأسرة. أنا اللي هيجيلي تصدع في دماغي من قدام حضرتك، كل شوية عاملة لي رعب كده. يا بابا بقى لازم نبيض الأوضة قبل ما التصدع يكبر، لازم نبيض الأوضة. خلاص بس مش هبيض الأوضة كلها، هبيض الحيطة دي بس. موضوع يعني باختصار يا استارولا ان انا عندي حيطه في الشقه عندي عايز ابيضها ان شاء الله. والحيطه دي بقى مقاساتها كام؟ هل هي 4 في 6 ولا 6 في 9؟ 4 في 6 ايه و6 في 9 ايه؟ وانا بقول لك صورها لي، انا بقول لك بيضها لي. ما انا هبيضها يا استاذ. الله هو في ايه بس يا استاذ عادل؟ ما انت عمال بتقول لي 4 في 6 و6 في 9، ده انت ناقص كمان تقول لي اكبرها لك واحطها لك في برواز. اعمل لها برواز ازاي يعني يا استاذ؟ هي صوره. طيب ما انت عارف انها مش صوره. المهم يعني هتكلفني كام بقى استارولا؟ 6 في 9 وتكبر برواز مدهب مقطقط 500 جنيه في المتر. يلا. ايه 500 جنيه في المتر؟ ليه يا عم؟ ده الحيطه نظيفه زي الفل، دي ما فيهاش غير شق صغير قد كده. شقه؟ حضرتك قلت شقه؟ يا لا كده لا يا استاذ، لا يا استاذ، كده الحسبه هتختلف خالص. ايه انت اتخضيت من الشق ليه؟ اهدى بس يا استارولا، ايه ده؟ ما هو طالما يا استاذ فيها شق ولو صغير يبقى هتتكلف 1000 جنيه في المتر. ايه 1000 جنيه في المتر؟ ليه يا عم 1000 جنيه في المتر يا عم؟ وانت هتدينها لي حلاوه بالقشطه؟ طب يا استاذ عادل اهدى بس، اتفضل. انت عايز تدفع كام من الاخر؟ يعني ادفع 200 جنيه؟ 200 جنيه في المتر؟ لا بعيده قوي دي يا استاذ. لا وانا هظلمك هقول لك 200 جنيه في المتر؟ لا طبعا 200 جنيه في الحيطه كلها. لا حس كده بقى، انا ما بنفعش في المرمات الصغيره دي. سلام يا استاذ. سلام اخويا، سلام يا استارولا. ال 200 جنيه قال، و6 في 9 ولا 4 في 6؟ خير يا استاذ دوله، في ايه بس؟ في ايه؟ الراجل اللي اسمه الاستارولا ده جاي بيقول لي يا سيدي هيعمل لي بقى المتر اللي في الحيطه اللي عايز ادهنها ب 1000 جنيه.
1000 جنيه ليه بس يا استاذ دوله؟ طب انا عندي واحد بقى هيعمل لك الاوضه كلها ب1000 جنيه بس، واسم القسطه دهان. لا يا عم كتير، انا عندي بقى واحد تاني يخلص الاوضه كلها على 1000 جنيه بس. واسمه ايه؟ الوسطى الدهان. ماشي، هاتولي الاثنين اللي انتوا تعرفوهم وانا انقي منهم. يا استاذ دهان صراحه يعني انا العيال عندي في المطعم ميزو وهيما اشكروا لي فيك جدا وقالوا ان انت صنايعي استاذ يعني. الله يخليك يا استاذ عادل، وانا كمان هعمل لك شويه شغل صح الصح فوق النمره 1 ولا شغل الفنادق. فنادق يعني؟ ده كده شغل بنسيونات يعني. استاذ عادل انت محظوظ والله. الله يخليك. اتفرج بقى على الشغل كده وامن على الحكايه كلها عشان الواحد بس ايه يبقى مطمن يعني. ايه يا اسطى في ايه؟ لا يا باشمهندس عادل، الحيطه دي هتحتاج شغل كتير قوي. هو في حد بيقول لك على الشغل من ورا الحيطه ولا ايه؟ ايه؟ لا خلي بالك، الحيطه دي بتسرب صوت ولازم تدهن بدهان خصوصي، دهان كاتم للصوت. كاتم للصوت ايه وانت يا عم هتدهن مسدس؟ يا استاذ عادل ده دهان خصوصي كاتم للصوت حرصا على اسرار السكان. سكيورتي بيلدينج. سكيورتي بيلدينج كمان انجليزي. ماشي يا سيدي ماشي. ايه فيها ملح زياده ولا مثلا مدهونه بسمنه مش بلدي ولا ايه؟ استاذ عادل الله لا يسيئك، الله يخليك، سيبنا نشوف شغلنا بقى، ده شغل لازم يبقى شغل فنادق. ماشي ما دام شغل فنادق اتكل على الله. هستأذن انا بقى، اتكل انا عشان ايه الحق اروح على المطعم. عايزين حاجه؟ لا روح مطعمك وشوف شغلك براحتك، والاوضه تعتبر اتدهنت. ايه رايك بقى؟ والله صراحه يعني مدهونه زي الفل. الله ينور عليك. ايه الحلاوه دي يعني؟ بس الشق سبته زي ما هو يعني. لا تقلق يا راجل. ايه يا شاكس؟ لا مؤاخذه يا استاذ عادل. ايوه خير. يعني لو سمحت عايزين قيمه 3-4 كوبايات شاي كده عشان الصنايعيه بتوعي انت عارف بقى متعودين على شغل الفنادق. 3 كوبايات شاي؟ قول يا راجل 2.5 كوبايات. لا مش هقدر. لا خلاص بهزر. حلو قوي بس خلي بالك الشاي يبقى فتح. طب ما اجيبهولك شاي بتبارع. قلت لك نمشي يا عم. خلاص مش مستحيل مش مستحيل يا استاذ عادل، انت زي الفل والله. الله يخليك. انت عارف الواحد بيحب يهزر كده مع الصناعيه. الله يبارك لك ويزيدك. ماشي حاضر يا سيدي. وعندك يا سيدي 2.5 كوبايات شاي فتاتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار البياض ايه عندنا جوه؟ بيبيضوا جوه يا بيبي وشغالين. ماشي كويس 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 كويس. بقول لك ايه يا عادل، احنا عايزين نبيض زي ما انت هتبيض بالظبط. اشمعنى انت تبيض؟ اشمعنى تبيض اوضتك واحنا لا؟ يا ماما انا مش ببيض الاوضه، انا حصل ان كان عندي شق في الحيطه فببيض الحيطه بس يعني يا ماما. افهم من كده بقى انك انت مش عايز تبيض اوضه امك اللي شارتك 9 اشهر. اخص عليك اخص عليك. يا ماما انا ما قلتش كده يا ماما، بس يعني هنحسبها. طيب يا ماما دول 9 اشهر. ايه يا ماما؟ ايه 9 اشهر 9 اشهر؟ حاضر يا ماما، يعني عامل لك ايه؟ وبعدين لعلمك بقى مش 9 اشهر ولا حاجه. انت ناسيه ان انا ابن 7؟ يعني انا مدينك بشهرين يا ماما. ما صدقيش يا ماما ان حد مدينك، لعلمك بقى انت رضعت 4 شهور زياده فوق الشهرين، قصدي فوق السنتين الشرعي. يعني ماما هي اللي مدينك ب4 شهور رضاعه. يا سلام يا سلام، كرتونه لبن اجيبها واخلص. هي دي شغلانه يعني. الا لبن الام. خلاص هشوف الموضوع ده وهبيض لكم الاوضه. حاضر. ايه ده؟ لا ما ينفعش كده يا ابي، ما ينفعش انك تبيض اوضتك واوضه سناء واوضتنا احنا لا. حاضر يا نجلاء حاضر، هبيض لكم اوضتكم انتوا كمان. حاضر بس احسبها يا جماعه، اصل دي مصاريف كتير يعني. ماشي. بابا بقول لك ايه يا بابا، انا عايزاك تبيض لي البيت بتاعي. ما البيت بتاعك متبيض اهو، ولا هي زياده مصاريف وخلاص؟ يا جماعه سيبوني بقى اشوف الصناعيه، يمكن محتاجين حاجه ولا حاجه. البيت ده بعدين بعدين بعدين. ايوه يا اسطى العب يا اسطى. هم دول قشطه. ايوه يا مسطرين. العب يا سمك قشطه. العب يا العاب. ايوه يا اسطى. والعب. يا اسطوات يا اسطوات، ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا اسطوات؟
سايبين الشغل وقاعدين بيسمعوا حجرين على الشيشه. ايه حجرين على الشيشه؟ مالين الموبايل كله ايه؟ ده فن يا باشمهندس، فن. فن ايه يا عم بتاع ايه؟ بقالكوا 3 ساعات ما عملتوش حاجه في الحيطه يا اسطى دهان، في ايه؟ يا اسطى عادل مالك؟ ما احنا لازم نظبط دماغنا عشان نعرف نشتغل وبعدين نعمل لك شغل فنادق مظبوط. انا دماغي اتفندقت منكم. خد يا اسطى الموبايل بتاعي. الحق الكرو اللي جاي ده يا اسطى. يا ويلكم يا ويلكم. شاي كومبليت. كم معلقه سكر؟ 19 حضرتك. 9 سكر فاكهه. اوكي. هناكل يا رانيا اللي انت عاملاه ده يا رانيا. ايه يا بيبي في ايه؟ الاسطوات دول بيعملوا شغل فنادق، احنا كمان لازم نقدم لهم سيرفيس فنادق، وعلى راي المثل الحكيم اللي بيقول التركي القديم المعامله بالمثل والبدي اسهل. مزمزيل ويه؟ قال ممكن فصين ليمونه اعصرهم على الشاي عشان معدتي ابتدت تمشي عليا والنبي. وانا كمان والنبي احسن بطني وجعانه قوي يا مزمزيل. سلايز ليمون سلايز. حط لهم سلايز ليمون ودخل الشاي الحمام بقى عشان نخلص منه. يا اسطوات يا اسطوات، ما ينفعش الكلام ده يا اسطوات. نص النهار عدى وما عملتوش حاجه يا اسطى دهان. ما انا مؤاخذه يا استاذ عادل، الشاي مرن على معدتنا ودلوقتي تعتبر حصه غدا، يعني عايزين ناكل كده اي لقمه خفيف. لقمه خفيفه ايه وغدا يا اسطى؟ احنا عايزين شغل يا اسطى. بقول لك يا استاذ عادل، لا مؤاخذه اخويا، الصناعيه بتوعي متعودين على كده، وبعدين ده شغل فنادق وهم كانوا هناك بياكلوهم كده. مبدئيا كده بون ابيتي. بنطنطيف يا هانم. بقولوا بتي ايه؟ ايه يا رانيا في ايه؟ ايه يا بيبي، ما قلت لك الناس دي بتشتغل شغل فنادق، يعني لازم الحوار يبقى حوار فنادق، الاكل يبقى اكل فنادق. لا اكل فنادق ولا حوار فنادق. انا بقول لك ايه، هات لهم شويه سندوتشات فول على طعميه وخلصي. نو امبوسيبل. امبوسيبل؟ دول بتوع امبوسيبل. وادي دش يا اسطى. يبقى عايز تستحالي. يا اسطوات يا اسطوات، اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش. الكلام ده يا اسطى دهان ما ينفعش. يعني معقوله كلتوا وشربتوا ولعبتوا طاوله وشربتوا شاي في شاي في شاي لغايه ما التموين خلص؟ انا عايز شغل. ما احنا هنعمل لك شغل. طيب حاضر حاضر. استاذ عادل لا مؤاخذه، يعني احنا تعبنا من الاكل والشرب واللعب والليل دخل علينا فجأة، لو فيها رزالة كده عايز اقول لك على حاجة. فيها رزالة؟ وفي رزالة اكتر من اللي انت فيها يعني. عايز ايه يا سيدي؟ باشا احنا عايزين لحاف ومرتبه سفنج عشان احنا متعودين على نوم الفنادق. ومعلش والنبي يا باشمهندس توفيق سهله مننا، مخده ناعمه وطريه كده بس نريح دماغنا عليها. مخده وسفنج وايه يا اخوانا؟ انتوا جايين تناموا هنا ولا ايه؟ الله، عشان نبقى جنب الشغل ولا نروح ونجيلك بكره متاخر؟ لا يا عم ما تروحش وتيجي متاخر. ماشي حاضر حاضر. باشا انت مالك يعني كده مش مستقل بينا يا باشا؟ احنا لسه مشطبين شقه امبارح لعريس وعروسه، العريس ليله دخلته ساب عروسته وبس الحيطه من حلاوتها. يا راجل من حلاوه الحيطه راح بس. بطل بقى بطل اوفر. وانت اساسا بتدهن ايه؟ اكيد انت بتدهن الوزر بس اللي تحت يعني. الواد ده يحب يهبط كده، بس بكره الصبح ان شاء الله هتستلم الشغل اللي على حق. على حق صح. انا مستني استلم اي شغل على حق مش على حق. المهم اي شغل. بالنسبه لطبق الفاكهه يعني انا هضطر اخده من عندكم لسبب بسيط جدا، ان البوفيه اللي بره قفل خلاص. الله 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 الله. ايه ده يا استاذ عادل؟ مالك؟ وايه المواد دي كلها؟ بدهن يا سيدي بدهن. كل دي دهانات؟ ايه بتدهن خط بلوبيف؟ اسمه خط بلوبيف؟ اسمه خط بارليف يا جاد. بارليف؟ قال يعني ايه يا استاذ عادل بارليف؟ بارليف يا سيدي كان في حرب 73 كان في يعني ايه، في شق صغير عندي يعني في الحيطه في الاوضه فبدهنه. هو ده بارليف يا باشا؟ ايوه بس دي دهانات كتير قوي يا باشا. مش مهم كتير، المهم يخلصوا بقى الحيطه دي قبل ما يخلصوا على الشاي كله. شاي يا باشا؟ انت جايب قهوجيه يدهنوا ولا ايه؟ يا ريتهم قهوجيه. دول يا سيدي بهوات مديرين فنادق وهريني طلبات. شكلك كده يا استاذ عادل ما اتعاملتش مع صنايعيه قبل كده. الصنايعيه يا باشا لازم يتدلعوا عشان يعرفوا يطلعوا شغل. يتدلعوا اعمل لهم ايه يعني؟ اتحزم وارقص لهم؟ لا يا باشا مش قصدي، انا قصدي هات لهم رقاصه. رقاصه؟ لا يعني هات لهم شريط فيه اغاني رقص، دي جي، دي ان ايه. دي ان ايه؟ احلل لهم عشان اثبت بنوتهم للصنعه يعني. يا ابني انا ناقص بقى تقول لي اعمل لهم فرح واجيب لهم مونولوجيست كمان. لا المونولوجيست هيكلفك يا استاذ عادل. انا قصدي يا باشا تشوف كيف كل صنايعي فيهم، يعني في صنايعي مائي، في صنايعي هوائي، وفي صنايعي ناري، في صنايعي ترابي. يا ابني دي كلها ابراج. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده يا استاذ عادل؟ ده انا الواد ابن عمي قعد يدهن في الطرقه اللي بين الحمام والمطبخ 8 شهور. 8 شهور؟ اكيد المطبخ كان في شبين والحمام كان في اسوان. كانوا في شقه واحده
بس الطرقه كان فيها مرمات كتير، ايش دهان ارضيه، ايش دهان سقف. ارضيه وسقف، واكيد برضو جابوا بقى محافظ شبين افتتح لهم الطرقه. هو اللي افتتحها هو وعياله، وحط ايده في ايد الصناعيه. حط ايده في ايد الصناعيه ايه يعني؟ خطب اخت مبيض المحرم؟ كانت مخطوبه، فخطبنا له بنت مبلط السيراميك وصرمك له الشقه كلها ببلاش. انا قصدي يا استاذ عادل تحط ايدك في ايد الصنايعيه عشان ينجزوا لك الشغل. كلام معجون برضه. يا عم بقى مش عارفين نتفرج على المسلسل من الدوشه اللي انت عاملها دي، سيب الصنفره دي بقى وانزل درب لي اللون. ادرب لك اللون؟ ايوه كويس قوي. انا كنت عايز لون اوف وايت اللي هو ابيض كريمي. جرى يا استاذ عادل، انت هتتدخل في شغلنا واوف وايت واوف نايف؟ حضرتك خلاص بلاش اي لون اي لون، المهم اخلص بقى اخلص. خلاص يبقى تقعد تدرب لي 9 الوان مختلفين مع بعض، واللون اللي يعجبني اقول لك تدهن بيه والباقي ترميه. حاضر يا اسطى. طب ممكن بس يعني لا مؤاخذه اي حد يجي يساعدني يعني من اللي معاك دول؟ هو انت يا استاذ عادل خلاص لا بقى لا في نظر ولا بقى في دم؟ عايزهم يسيبوا حلقه من حلقات راجل وست ستات عشان يبيضوا لك اوضه؟ ما راجل وست ستات بتتعاد في كل حته وعلى كل المحطات، خلاص زهقنا. انبر بقى فيها، ده احنا بناكل عيش وشغالين. ايوه بس عايزهم يساعدونا، امال هم بيشتغلوا ايه؟ مش دي شغلتهم برضو؟ يا عم احنا كده الشغل الجديد لازم الزبون هو اللي يبيض اوضته عشان في الاخر ما يشتكيش ويقول ان الشغل وحش. اعلم يا استاذ عادل ان الزبون دائما على حق. ماشي على حق على حق. طب مين اللي هيساعدني؟ مين اللي هيساعدني؟ انا عايز حد يساعدني. يلا روح شوف حد يساعدك. حاضر يا اسطى حاضر. كل دي على ده مشكلة. شفتها شربت حجرين على الشيشة. عالشيشة عالشيشة. شربت حجرين تانيين برضه على الشيشة. عالشيشة عالشيشة. شربت بقى حجرين على الشيشة. عالشيشة عالشيشة. بنتي ياسمين. نعم. روحي هاتي لي بسرعة بتاع الفرشة اللي هندهن بيها الأزرق. حاضر يا بابا. لا بابا ايه؟ قولي لي حاضر يا اسطى، حاضر يا معلم. بابا ايه؟ فكك سيبك من الشغل ده بقى يا ياسمين واعملي لي كوبايه شاي. حاضر يا باشمهندس. عن اذنك يا اسطى بابا. اتفضلي. جرى يا عم الاسطوات، في ايه يا عم؟ ما البنت شغاله معايا، ما تسيبها يا عم شغاله معايا يا عم. لو سمحت يا استاذ عادل، لو سمحت خليك في شغلك، مش كفايه اني بعلمك صنعه انت واسرتك تتعايشوا منها. انا خلصت يا حضرة البيه. القسط حضرتك مني عايز اي خدمات مني يعني؟ لا تسلم ايدك يا ست الكل، بس يا ريت تحضري الغدا يا مدام رانيا. تحت امر حضرتك، احنا هنا حياتك عشان حياتك تؤمر واحنا ننفذ، لان احنا هنا خدامين اللي جابوا حضرتك عندنا اصلا يعني. كلنا خدامين اكل عيشنا. يا اسطى نعم. بالنسبه لاوردر الشاي يعني اللي انت بعته مع ياسمين، اه ليك مواصفات خاصه في الشاي عشان الشاي اللي فات ما عجبكش. يا ريت بلاش السكر السايب ده، جيبي لي سكر قوالب. تفل كتير. تقلي الشاي، انت عارفه الشاي الصناعيه. اعملوا لك سبونج. لا هاتي لي البويه اللي شبه المهلبيه. حاضر يا طنط. طيب لو ما لقيتش اللي شبه المهلبيه اجيب اللي شبه الرز بلبن؟ اي حاجه اي حاجه. حاضر. شربت حجرين على الشيشه يا ماما. ايه رايك بقى يا اسطى عادل؟ اظن الحيطه بقت 100 عجبك شغلنا؟ شغل فنادق بصحيح. والله لا صراحه شغلكم زي الفل، وعندكم واد صنايعي يا اخي ايده تتلف في حرير ما شاء الله يعني. الله اكبر عليه، ما تنبرش عليه. صراحه يعني. فين بقى المعلوم؟ معلوم؟ قوي عينيا، بس المعلوم يروح لصاحب المعلوم. اتفضل يا اسطى. متشكر جدا. يا سلام، ده كتير قوي يا استاذ عادل. لا يا راجل كتير عليك، ده انت عملت مجهود جامد. ايوه بس يعني الباقيين دول مش هياخدوا حاجه؟ لا طبعا هياخدوا ايه؟ ما هم ما عملوش حاجه. طب يا سيدي متشكرين قوي، الف شكر. الحمد لله. ايه ده 15. ايه ده يا سيدي؟ ايه حقي؟ انا اللي عملت الشغل وانا اللي خدت الفلوس. عايز حاجه ولا ايه؟ عايز حاجه. مفيش حاجه. وغير كده بقى يا استاذ في حاجه تانية كمان ناقصه. ايه؟ الاكل اللي انتوا قعدتوا تدفعوا فيه الفتره اللي فاتت دي كلها ده حقي. انتوا ما عملتوش حاجه بالاكل ده، عشان كده هتصرف معاكم.
يا رجاله يا سعداوي باشا. ايه الاخبار؟ ازيك يا باشا عامل ايه؟ مفيش حد سأل عليا؟ مفيش غير المعلم تيتي. لا يا عم الاسطى، ما هو من الاخر كده التصليح عليك. سلمني نضيف اسلمك نضيف، ولا غلط؟ هو ايه الاسطى ده بيصلح له غساله ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم الحاج، انا مديك عربيه موديل السنه، اذ ربما تتخربش هتشيل انت الليله يا معلم. ما اليوميه 100 جنيه. بقول لك ايه، انا هاخد فلوسي وعربيتي زي ما اتفقنا، وانت جاي يا حبيبي فول التانك يا عسل. الله ده بقى مفتري قوي تيتي. ظالم يا باشا، انا مش عارف انت لسه مصاحبه على ايه بس. انا عارف يا عم الحاج، يا عم الحاج، انا بصلح تاكسياتي في التوكيل. لا انت مش هتعرف تتعامل مع التوكيل. هات لي انت بس الفلوس وانا هقوم بالواجب. سلام، نتقابل بالليل في قهوه السواقين. يا عم يا تيتي، يا عم الداخل سخن قوي كده، لسه داخل بصب عليك. ازيك يا تيتي؟ ازيك يا دولا؟ اتخنقت يا اخي. معلش بس شكلها يعني مشيت معاك. لا مشيت ولا نيله، السواقين مطلعين عين مامتي. عين مين؟ مامتي. يلا هات من هنا. لا 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 لا. السواق من دول تبقى مديله العربيه زيرو وما اتضربتش فيها انفك، يرجعها لك خرده. بس انا متهيألي حكايه يعني العربيات دي بتكسب برضه يا تيتي. ولا بتكسب ولا حاجه يا ابن والدي، ده القرشين اللي باخدهم من السواقين باليمين بديهم لدكتور الاعصاب بالشمال، حاجه تحرق الدم يا اخي. يا باشا ايه بيقول لك بتحرق الدم؟ بيغزي العين يا باشا، انت مش شايف فحل ازاي؟ ولا عيب بيغزي العين ايه لسه مفيش اي حاجه منه. يلا هات من هنا. اتكل على الله، اعمل لنا شاي. ماشي يا باشا. انت عندك كام عربيه بجد يعني يا تيتي؟ في عين العدو 5. 5 تلاقيهم 4 وبتقول 5 يعني عشان تغزي العين. ماشي يا عم. لا هم 5 وكل واحده انقح من التانيه، راميهم في السوق بيجروا على الاسفلت. ده انا عربيتي اللي مشياني قلبتها تاكس. يا سلام، يعني موضوع التاكس ده بيكسب كويس يعني يا تيتي؟ بيكسب طبعا، امال ايه؟ بص، انا اول ما بدات في المشروع ده استلقطت تاكسي قديم كده ماشي حاله يعني، وشويه من هنا على شويه من هنا مشيت معايا وفتحت وبقى عندي اسطول سيارات. اسطول سيارات، ما شاء الله. طيب يعني موضوع زي العربيات ده، لو انا نويت اجيب عربيه هدفع كام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بعفاريت الأسفلت، بسواقين بلدنا الجدعان بأحسن عربيات. يا أهلا وسهلا. حضرتك مين؟ أمين شرطة؟ لا أمين شرطة إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كلمتكم في محاملكم عشان تيجوا تقابلوني هنا أهو إن شاء الله يعني في القهوة، عشان بإذن الله ناوي أشتري عربياتكم. انت باين عليك نور وبتفهم. وعرفت منين ان احنا السواقين مع انك ما شفتناش قبل كده؟ والله يا حاج يعني المسألة مسألة بسيطة جدا، ان ريحة البنزين اللي طالعة منكم ما شاء الله واصلة لاخر الشارع يعني. بس انت ريحتك مش بنزين. ما هي دي بقى فوائد الغاز، ريحته ما تلزقش في الهدوم. يا سلام. طيب انا عشان بس ما اضيعش وقتكم ووقتي يعني عايز اتعرف عليكم وعلى عربياتكم، يعني نبدأ بالاخ. انا وبلا فخر محسوبك طارق زرفيس، كنت شغال على ميكروباص خط ويلي مسترد، والحمد لله والله اكرم ربنا كرمني وجبت حته 28 تاكسي، انما ايه لوز. وبلا فخر حاصل على 35 مخالفه سرعه، وعليا قضيتين قياده بدون رخصه، ده غير بقى ايه تعدي حدود السرعه المسموح بيها داخل المدن وخارج المدن. ما شاء الله يا اسطى سيرفيس، يعني تاريخ مشرف، حاجه تفرح والله. والاخ اخوك بقى اسمه فتحي الاكس، عنده حته 504، انما ايه اسد على الطريق. اسد فرنساوي على ابوه ولسه ما رشتش دواخل، هتعجبك صدقني. ان شاء الله هتعجبني يعني ما تقلقش. والاخ تحت امرك. اكيد انت بقى الاستاذ زمار، انا سمعت عنك، بس ما شاء الله شكلك يعني مهندس كمبيوتر. انت لماح والله العظيم 3 لماح، بس دي شغلتي بعد الظهر، انما الصبح بقى كده عندي حته لاده بنزل بقى ايه يعني قيمه 8 ساعات كده، يعني اجيب برضو مصاريف انت فاهم. ويعني وبعد كده ارجع ازود فيها شويه ميه وامسحها من جوه وامسحها من بره واطوق الكاوتش وبعد كده اغطيها. يا ما شاء الله، واضح انك انت واخدها عن حب مش مسألة شغل يعني. ندي فرصة برضو للباقيين. طيب وانت يا حاج؟ ها؟ فين يا ابني؟ وانا جه عليا الدور. يا حاج جه الدور، اتفضل. انا اسمي عمك تفتح اكسلاتير، وعنده عربيه 25 موديل 70، انما ايه اسد على الطريق. اسد؟ والله ما هقدر على فراقه،
لولا بس علشان الشديد القوي. شديد القوي؟ وايه هو يا حاج الشديد القوي؟ اصلهم وقفوا رخصتي بعد ما عديت ال60 وحالوني على المعاش، مع اني والله فيا صحه. بالراحه على صحتك يا حاج، بالراحه. الف سلامه ليك، الف سلامه ليك. طب يا جماعه، انا جامعكم طبعا دلوقتي عشان اشوف احسن عربيه وارخص عربيه اللي انا هشتريها. يعني ده نظام مناقصه، انت طرف في الشركه واحنا طرف المتقدمين بالطلبات. لا يا استاذ، انا مش جاي ابيع، استاذنكم. يا اخ زماره، ما يصحش كده، احنا لسه بنتكلم، الكلام اخذ وعطا يا اخ زماره. يا عم بناقص البيعه اللي هتفور دمنا على المسا دي وتطير الحجرين اللي في نافوخنا بقى. انا عربيتي اولى بيا ومش هبيع انا كمان، مش هبيع. يا اخ سيرفيس، ما يصحش كده يا جماعه، ما ينفعش. ما هو يا عم، هو احنا لسه هنستنى ونلعب فتحي يا ورده واقفلي يا ورده؟ يا عم انا مش فاضي الشغلانه بتاعتكم دي، انا طريقه استراد صلاح سالم، فاتك بعافيه. يا اخ اكسل يعني، معلش بلاش نلعب فتح يا ورده، نلعب تيك على العالي يا اخ. واضح ان مفيش غيرك انت يا عم تتح. طيب تعالى بقى اسندك ونروح نتفرج على العربيه بتاعتك. عم تتح، عم تتح، انا دوري جه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه، احنا شطبنا عشان كده تلاقيني قافل الباب نص قفله كده يعني. انا الاسطى مطبات. اسطى مطبات، يا اهلا وسهلا، اتفضل يا اسطى مطبات. لا مؤاخذه يعني، ده انا قافل ومستنيك انت مخصوص. المعلم تيتي قال لي عنك كلام هايل والله يا اسطى. المعلم تيتي ده صديق عمري، ولولا ان هو موصينا عليك ما كنتش رشحت لك كام سواق من بتوع النقابه بتوعنا. عشان كده بقى اسطى مطبات، انا عايزك ترشح لي حد يبقى مسؤول عن التاكسي بتاعي، هو بقى اللي يستلمه مني سليم ويسلمهوني سليم. قصدك يحافظ على ما تبقى من التاكسي ده، هيكل واربع فرد كاوتش. مين لا مؤاخذه ضحك عليك واداك العربيه دي؟ ضحك عليا؟ المعلم تتح اكسلاتير، لا اله الا الله. ايه هو مات ولا ايه؟ يا عم لا مات ولا حاجه، ده حي يرزق يا بيه. المثل بيقول لك تتح عينك تاكل ملبن. اكيد قال لك انه هيطلع معاش وخلاص هيسلم النمر. ايوه فعلا قال لي كده. ما كل يومين يصطاد لا مؤاخذه زبون كروديا زي سعادتك كده. الله يخليك. عشت يا سيدي. ويبيع له عربيه تعبانه ويغطس بعد كده 3-4 اشهر ويجي بعربيه تانية. يعني ايه؟ يعني انا اتضحك عليا ولا ايه؟ لا انضحك عليك ولا حاجه، النهايه اهي عربيه مهكعه والسلام. على رايك يا اسطى والله، هي اي نعم يعني ما بتدورش الا زق، بس بتدور وبتمشي. اي نعم بتمشي 5 متر وتقف، بس فيها موتور. اي نعم الموتور بيطلع دخان، بس اسمها عربيه والسلام. ربنا يبارك لك فيها ويكفيك شرها. انت عاوز تشغلها بقى بالورديه ولا بالإيراد؟ ما عشان كده بقى يا اسطى مطبطه، لما اقابلك النهارده انت اللي تفيدني، اشغلها ورديه ولا اشغلها ايراد؟ لو هتشغلها ورديه هتبص للسواق في لقمه عيش وهو هيبص لك، وتقف طوابير على بنزين 80 ومش هتلاقيه. اما لو عايز تشغلها بالإيراد يبقى لازم تفتح عينك ل 24 ساعه، لان كده كده السواق هيسرقك. الله، ما انت كده حيرتنا يا اسطى مطبط. يعني اشغلها ورديه ولا ايراد؟ انا مش فاهم. انا هجيب لك من نهايه. هات من نهايه. انت معاك رخصة قيادة؟ معايا رخصة الحمد لله. خلاص توكل على الله وسوق عليها انت، وان شاء الله هتبقى عربية اسهل. يا اسهل. عادل، مالك يا عادل؟ ايه ده؟ بصوا مش معقول، مالك مصفررني كده ليه؟ تعالى يا حبيبي، هاتوا المستشفى، عايز هاتوا ميه. اسعاف. يا سناء، عايز ميه؟ ميه اموت، اموت يا سناء، اخلصي. هاتي ميه شويه. ميه بسرعه، ميه ميه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ميه هموت، هموت يا سناء. كده يا حبيبي، ايه اللي عملت فيك كده؟ هقول لك بس مش قادر ابلع ريقي، هموت هموت. يلا يا سناء، ميه يا سناء. يا سناء، ميه يا سناء. لهم شويه ميه. يلا. قولي يا عادل، بس في ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ يا ماما بشرب، يا ماما اشرب، اخلص بس ميه وبعدين. استني يا ماما يشرب يا ماما. يو بقى سرعه سرعه. ها يا سناء هاتي لي ميه تانية يا سناء لو سمحتي، واقول لك وصلي الخرطوم على الحنفيه وهاتيه على بقى على طول لو سمحتوا النبي. لا كفايه عليك الحبه اللي انت شربتها. يا سناء ما تبقيش جبانه بقى يا سناء. يلا موت من العطش. ايه يا عادل، انا مش فاهمانه حاجه يعني. انتوا كنتوا جايين من عند صحراء ولا ايه؟ صحراء؟ يا نهار ابيض، دي الصحراء دي كلمه بسيطه جدا للي انا كنت فيها يا حماتي. انا اتبهدلت، انا اتبهدلت.
انا اساسا نزلت من بيتنا متكل على الله واخد التاكس وقلت استرزق بقى. واحد قابلني قال لي لو سمحت ممكن توديني المطار؟ قلت له اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك اوديك المطار. وانا عارف ان مشوار المطار ده مشوار مجزي، يعني يعمل له بتاع 40 جنيه 50 جنيه على الاقل. الحمد لله. وانتش عرفك انت بطريق المطار ده؟ انت المحل بتاعك اللي بتروحه كل يوم بتتوه في الطريق. يا سناء اصبري يا سناء، ما انا قلت ايه، اول مره اروح المطار بالمره اتعرف على الطريق بتاع المطار، ولو تهت ولا حاجه ابص على اليوفط اوصل. حلو حلو ايه بقى ايه بقى اللي خلاك تعمل في نفسك كده وترجع كده متبهدل؟ ها يا بيبي؟ ايوه ما انا هقول لك، اصبري بس يا رانيا. ما تصبري عليه يا رانيا. قولي يا حبيبي ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده وتتبهدل كده؟ ما انا هقول لك برضه يا ماما، يعني ما انا بعد ما اخدت الراجل ده ومشيت بقى في طريق المطار قعدت ماشي ورا اليوفط، بلاد تشني وبلاد تحطني وبلاد ما تعبرنيش خالص. قعدت ماشي الاقي يافطه مكتوب اتجه يمين اتجه يمين، الاقي شفطه اتجه شمال اتجه شمال. قعدت ماشي ورا اليوفط، واحد اساله مثلا يقول لي ايه هتلاقي المطار بعد الجبل الاولاني. جبل؟ واحد يقول لي هتلاقي المطار بعد البير التاني. بير؟ ايوه بير ايه يا ابني؟ بير انت رحت فين؟ ما اصبري بس يا سلام، انا بحكي ولا مش انا بحكي؟ انا بحكي ولا لا؟ طب امال ايه؟ المهم يعني قعدت ماشي وبعدين ببص لقيت ايه؟ اهلا بك في العالمين. علمين؟ يا ريته هو علم واحد، دول علمين. قعدت بقى ماشي في طريق العالمين. طريق العالمين ده طريق ما بيخلصش خالص. وبعدين اساسا انا ممكن كنت اسال الراجل اللي جنبي. يعني انا مش فاهمانه يا عادل، انت ليه ما قلتش للراجل دوت انت رايح فين ولا جاي منين؟ ما انا كنت عايز اقول له، بس لقيت يا عين الراجل غلبان يعني نايم، فقلت اسيبه نايم يعني وانا اتصرف. وبعدين قلت اما اوصل للعالمين هوصله على طول على مطار اسكندريه. طيب وبعدين يا بيبي ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى يا ستي ان الراجل صحي وفجأة لقى نفسه في طريق العالمين، لقيته بيتنرفز وبيزعق وبيقول لي حرام عليك، دي فلوس ناس، انا لازم الحق الطياره، وايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ وراح ماسكني من كتفي ومقطع لي القميص وقطع لي الزرار اللي فوق ده. يا ماما والنبي بيفتكر اعمله لي والنبي. حاضر يا حبيبي. ايه ده ما هو انت اللي غلطان يا عادل، بتاخد عليك الناس واللي ما يسواش، بتقف في الشارع لازم تنقي الناس اللي هتركبها في العربيه محترمين ولاد ناس معاهم شهادات عليا. معقولة يعني يا رانيا شهادة عليا ايه؟ يعني واحد بيوقف تاكسي هقول له لو سمحت انت مؤدب ولا مش مؤدب؟ معاك شهادة عليا ولا شهادة واطية؟ معقولة سيبك يعني؟ منها يا حبيبي سيبك منها. قول لي بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى بعد كده الراجل راح فاتح التاكسي ونازل ورزع الباب جامد. الازاز حتى بتاع اللي هو التاكسي اللي هي الفردة اليمين دي وقع، مش اشكال التاكسي يولع. المهم ايه، راح الراجل نازل لقى عربية معدية شاور لها وخدها ومشي. يلا احسن. انا قلت مش مشكلة اتصرف انا. لقيت يافطتين، يافطه مكتوب عليها اسكندريه 400 كيلو، واليافطه الثانيه مكتوب عليها الساحل الشمالي 150 كيلو. حلو قوي. قلت حلو، اروح 150 كيلو للساحل الشمالي، برضو ايه اخش مارينا اكل شويه زلابيه، برضو ايه اشرب بق ميه بتاع، اشوف هناك الشواطئ الخاصه والحاجات دي وربنا يكرمنا يعني. وبعدين بعد ما لقيت كده قلت ايه، وانا قبل ما اوصل بالظبط الساحل الشمالي ب 100 كيلو، او يعني ايه بعد 100 كيلو يعني. انت ايه اللي خلاك اساسا ما ترجعش القاهره؟ ايوه ما فيش يافط بتقول فين القاهره ومش فين القاهره، اليافطه الوحيده مكتوب عليها الساحل الشمالي، اسيبها؟ لا طبعا. بس قلت اتكل على الله وانا رايح بقى على الساحل الشمالي. قبل ما احصل الساحل الشمالي مثلا بشويه كده اهو، راحت العربيه وقفت وراسها والف جزمه ما متحركه. طب يا بيبي ما كلمتنيش ليه يا بيبي؟ كنت جبت النجده وجيت لك الحقك على طول. نسيت الموبايل تصدقي. اعمل ايه؟ رحت بقى فجأة لقيت عربية جاية من بعيد، مفيش عجلة ماشية على الطريق كله، لقيت عربية جاية على الطريق، وقفت في وسط الشارع. وبعدين ماشي؟ راح الراجل اتخض فرمل العربيه. قلت له بقول لك ايه، انا الموبايل بتاعك هاخده، يعني هاخده لان عربيتي عطلانه وانا محتاج اكلم بوليس النجده. الراجل قال لي من غير ما تتضايق اتفضل ادي الموبايل. كلمت بوليس النجده، قالوا بوليس النجده، قال لي ايوه انا بوليس النجده. قلت لهم اخباركم ايه؟ قالوا كويسين الحمد لله. قلت لهم طب انا دلوقتي واقف عند الطريق اللي هو بتاع الساحل الشمالي. الراجل بتاع بوليس النجده الراجل ذوق صراحه، قال لي لا احنا مش تخصص ساحل شمالي، احنا تخصص فيوم. فيوم؟
المهم هو قال الفيوم، قلت له لا حضرتك انا الساحل الشمالي، اداني نمره بقى الراجل بتاع التليفون بتاع البوليس اللي هو بتاع الساحل الشمالي، كلمته بعتوا لي عربيه وصلتني الحمد لله لغايه هنا. الحمد لله الحمد لله. تستاهل كل اللي جراك واكتر عشان تبطل تفتي في اللي مالكش فيه. افتي في اللي ماليش فيه ايه؟ انا اعمل ايه يعني اذا كان الطريق اساسا ما فيهوش يوفط؟ طب امال الضرايب اللي احنا بندفعها كل سنه دي مش بتروح لليوفط ولا ما بتروحش لليوفط؟ واحنا من امتى في البلد دي بنمشي بيوفط؟ طول عمرنا بنمشي بالاحساس. احمد ربنا بقى انك بالتاكسي بتاعك ده في جولتك التفقديه دي ما عدتش الحدود، قاموا ضربوك عيار في نافوخك وكتبوا عليك في الجرايد تاني يوم قال جاسوس. يا ساتر جاسوس بعربيه مهكعه زي كده وماشي بيها في الصحراء، ده ايه الجاسوس الاهبل ده؟ واروح اتجسس على ايه في وسط الصحراء بقى؟ بس والنبي يا سناء، بس والنبي انا خلاص زهقت من العربيه دي، زهقت منها. الجاسوس ده عادل سايق تاكسي. اللي قول لي يا عادل بالمناسبه، هو انت اللي سايق التاكسي ولا التاكسي هو اللي سايقك؟ يا سلام يا خفيفه يا سلام، انا خلاص بجد التاكسي ده انا مش عايزه، انا مش عايزه خلاص، ده بيعذبني. يا بيبي بيعه، يا بيبي بيعه واخلص منه، خلينا نخلص منه. ايوه بيعه. لا مش هبيعه، التاكسي ده هصلحه وعذبه. افضل بعذبه طول اليوم، امشيه بقى في طرق غير ممهده وغير مسفلته، واجي عند المطبات الصناعيه واقوم واخده بسرعه. ان ما حولته معزه. السلام عليكم. وعليكم. مين؟ الاسطى عماد بويا والله موجود؟ لا، عماد بويا احسن من خنيخي سيارات. بويا لازم 2 بويا، ما ينفعش بويا واحده او بويا ونص. شكلك كده جاي تفاصل وتهزي مش جاي تصلح. حضرتك معلش يعني انا بهزر يعني، لكن حضرتك يعني انا اللي باعتني الاسطى مطبات، انا اسمي عادل سعيد. عادل سعيد. عادل ايه ده؟ طب ما تتسالب كده. تصدق يا راجل خدتني على التاني على طول من غير ما تموت. انت اللي موي والله يعني يا راجل. بس قول لي بقى العربيه بتاعتك دي بقى فيها ايه؟ لا ابدا زي الفل، ما فيهاش حاجه، هي بس حاجه بسيطه ان انا اما باجي ادور يعني بتعتل معايا في الاول يعني. زي ما يكون كده عندها بيد وبتعطش. ايوه زي ما بتكون بتعطش كده اهو. بعدين انا جيت بصيت على العجل من ورا لقيته مخصم بعضه، والاكسلاتير لما بدوس عليه ما بيطلعش تاني، الدبرياج بقى وانا بجيب بتقعد ايه بتقفش معايا شويه في الدبرياج وانا بعمل الفتيس، واخد بالك؟ لكن غير كده كله زي الفل. بس دي عياط H1N1. انت ركنتها قبل كده جنب عربيه خنزيه. ايه الحكايه؟ بص بقى يا عسليه، العربيه بتاعتك دي عشان تنفع عايزه عميه، مش هتنفع غير كده. عميه؟ طب تفتكر يعني ابعتها العمره دي يعني حضرتك بالطياره ولا بالباخره؟ عميه ايه يا استاذ؟ بقول لك عميه. العميه دي اللي بتبقى في العربيه، لكن العميه في المملكه العربيه. حضرتك مقضيها كده على طول يعني؟ ماشي اعمل لها عمره يعني، بس ايه اللي هي محتاجاه بالظبط؟ ولا يا دونجول. ايوه يا اسطى. ايه ده اسمه دونجل؟ انا اعرف ان كان اسمه بيليا، غيرته ولا ايه؟ روح هات روشته عميه الايده من جوه. حاضر يا اسطى. وكمان عاملين لها روشته ما شاء الله، يعني مثلا بتكتبوا ادويه وميكروكروم وكده ولا ايه؟ امال ايه ده؟ كل شيء هنا ماشي بنظام. انت فاكر نفسك هنا داخل محل 3 يندر؟ ما اقصدش يعني يا عم الاسطوات، دي ويشه فول اوبشن مش فول سوداني. طيب زي شهيابه سنتر لخ. لا روشته ايه يا اسطى؟ خش انت بقى هنا على عده في الجاز. حاضر يا اسطى. وانت سامعني؟ امسك دي وهات الحاجات اللي فيها بويه. انا عارف الحاجات دي، بس اجيبها امتى حضرتك؟ بويه بكلم عيبي انا. قصدك بكره يعني؟ ايوه بويه. عشان كده مسمينك رست عماد بويا. وخيمه كمان هخليك تطوخ العربيه دي. يلا اتكل على الله من هنا. ماشي يا اسطى بويا، ماشي هجيبهم لك بويا. يايا ينفع اجيبها لك بعد بويا؟ يايا. يا خبر ابيض. مالك يا حبيبي؟ الحمد لله ان انا وصلت البيت، الحمد لله. روحي مالك؟ بسرعه انت بتشربي منها يا طب قول.
لا مفيش تاني، كفايه عليك قوي دول. مش قادره افهم يعني انت ايه يا ابني؟ انت الاول توت في الصحراء، دلوقتي اتصبت في الحرب. بص انا مش فايق لك خالص. راني لو سمحتي ابقي فكريني اما اقوم بالسلامه ان شاء الله ابقى اضربها باذن الله. اوكي يا بيبي، يا ما عم تضايقش انت مش نفسك يا حبيبي. اوكي بس يا تقول لي يا عادل ايه اللي حصل لك؟ هقول له كله حصل لي. انا اصلي كنت يعني الحمد لله وانا ماشي بالتاكسي الحمد لله كنت طالع اجربه بقى زي الفل بقى جميل وبيلمع كده، وطالع انا واللوسته بورا بورا، بس اخر 3 ثواني من الحادثه اصلا عملت حادثه. اخر 3 ثواني من الحادثه دول اللي انا فاكرهم، بعد كده مش فاكر اي حاجه خالص. يا حبيبي ما دوستش فرامل ليه؟ يا ماما ما انا جيت ادوس فرامل الحته اللي بيبقى فيها الفرامل والبنزين والدبرياج دي، جيت ادوس ما لقيتش ولا حاجه فيها. الراجل اللي هو بورا بورا لوستا بورا بورا ده قال لي معلش انا ناقل لك الفتيس كله قلبه، فالفرامل موجوده في السقف. جيت ابص في السقف راحت العربيه عامله امريكاني على طول. وقفت في نص الشارع. طب الحمد لله انها وقفت يا بيبي، ده انا اتهيالي ان انت خبطت في حد وعربيه وعملت حادثه وفتست. لا الحمد لله انا كنت فاكر زي كده بالظبط، لكن هي وقفت محدش قرب لها خالص. طب الحمد لله. فجأة ايه؟ عربية نقل من اللي هي الكبيرة دي اللي معاها مقطورة محملة فراخ مهربينها. يا ماما العربية الحمد لله الراجل للأمانة سواق أستاذ، راح جه عندي راح معديني وكمل على طول. الحمد لله. المقطورة ما فهمتش إن هو عداني، راحت المقطورة داخلة فيا على طول. عشان كده بيقول لك مش عايزين مقطوره مش عايزين مقطوره. بس الحمد لله انا اغمى عليا اما فقت في المستشفى لقيتهم حاطين 10 فرخات على السرير وموصلين لهم جلوكوز وراميين انا على الارض. لا 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 يا عادل، لا سوري يا عادل بقى، سوري. انت لازم تاخد قرار مصيري ان انت تبيع التاكسي، لان انت من يوم ما جبته وانت عمال يحصل لك مصايب. لا اسمع يا عادل، اسمع يا عادل، العربيه دي بقى وشها نحس عليك. ايوه ماما انا عشان كده سبت الميكانيكي ياخدها عنده بقى في الورشه. خبيا يعني دلوقتي بقى الميكانيكي اللي اسمه عم بربر ده هو ده اللي هيبيع بتاع التاكسي ده، صح؟ ايوه هو لوستا بورا بورا ده هو يعني اللي خد العربيه عنده، هيحطها عنده بقى هو يتولاها بقى يصلحها يولع فيها يعمل فيها اللي هو عايزه يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي ماسك فيه سلك الكهرباء عمال يخبط عينك كده ده؟ ايه مجنون ده ولا ايه؟ طيب الله، ايه في ايه؟ الحق يا عادل واحد من زمايلك. ايه ده لسه دنجل وبترمي مفتاح العربيه على الارض ليه كده يا اسطى دنجل؟ لسه بورا بورا بيقول لك مش عاوز اشتغل في العربيه المنحوسه دي تاني. العربيه المنحوسه بتاعتي ليه حصل له ايه؟ كان رافع على الكوريك ونايم تحتيها، راحت دارت مره واحده وطلعت تجري ولسه دلوقتي من المستشفى وغيرش المفروض مش عارف يشتغل فين دلوقتي. طيب معلش طب انا اعمل ايه اذا كنت انا سايب لكم العربيه لوحديها يعني اعمل لكم ايه يعني؟ منك لله منك لله. يا اسطى دنجل انت بتدعي عليا؟ منك لله منك لله. وانا كنت اعمل ايه يعني؟ انا كنت اعمل ايه؟ حرام عليك يا عادل، حرام عليك. انا العربيه دي مش عارف. شردت الطفل رب الاسره والعائل الوحيد لها يا عادل. والله يا رانيا انا ما عارف اعمل ايه. انا العربيه دي بقى مش هبيعها. انا هسلمها للحكومه، الحكومه بتاخد العربيات القديمه. ياخدوا العربيه القديمه دي هيدوني فلوس عشان اجيب تاكسي بالتقسيط. عارفين هعمل ايه؟ هجيب تاكسي كاش بيلمع من اللي هو ملون الجديد ده، واقوم منضفه ومظبطه واقوم راميه في النيل.